أهلا بيكم في حلقة جديدة من هو مين قال؟ موضوع النهاردة مهم جدا. ناس كتير فاكرة أن التدين صياح وتشدد، يعني كل ما حد يصرخ بصوت عالي أو يشدد على الناس في اللبس أو المعاملات يقولوا عليه متدين. بس لو بصينا كويس هنكتشف أن اللي بيدعوا التشدد في الدين دول ممكن يكونوا أبعد الناس عن الدين نفسه. التدين الحقيقي مش أنك ترفع صوتك على الناس علشان يلتزموا بحاجة معينة، إنك تفرض شكل واحد للبشر وتعتبر الباقي غلط. التدين مش إنك تتعامل بفوقية مع الناس وكأنك تملك صكوك الغفران. التدين في جوهره علاقة بينك وبين ربنا وسلوكك اللي بيظهر في أفعالك وكلامك. خليني أديكم مثال. ممكن تلاقي شخص بيصرخ في الناس في الشارع علشان الالتزام بالحجاب، لكن لو تبص على بيته هتلاقيه ظالم مراته ومكسر بخاطرها. ممكن تلاقي حد بينادي الناس من فوق المنبر التزموا التزموا، لكن هو نفسه بيغش في شغله وبياكل حقوق العمال اللي عنده. يبقى فين التدين هنا؟ التدين الظاهري أصلات عالية، تشدد، إكراه، شكليات. التدين الحقيقي صدق، رحمة، عدل، لين، تسامح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. شوفوا، الدين نازل علشان يكمل الأخلاق، مش علشان يحول حياتنا للصياح وخناق وتشدد. لو في حد في الكون يستحق يوصف بالمتدين الحقيقي فهو النبي صلى الله عليه وسلم. عمره ما رفع صوته على حد علشان يرغمه يدخل الإسلام. عمره ما شدد على الصحابة لدرجة تعجيزهم. حتى لما الناس أساءوا ليه كان بيرد بالرحمة. القصة المشهورة عن الطائف، لما أهلها رفضوا دعوته وأذوه جاله ملك الجبال وقال له: لو تحب أطبق عليهم الأخشبين. رد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. شوفوا الرحمة، مع إنهم أذوه لكنه فكر في الخير اللي ممكن يطلع من بعدهم. يبقى لو الرسول نفسه ما كانش متشدد ولا عنيف، يبقى أي إنسان الحق يكون متشدد أو يفرض الدين بالعافية. ربنا سبحانه وتعالى قال: لا إكراه في الدين. دي آية واضحة وصريحة، الدين مش بالعافية. ولو بصينا على السنة هنلاقي الرسول بيقول: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. يعني خليك سبب يخلي الناس تحب الدين، مش سبب يخليهم يهربوا منه. لكن اللي بيحصل دلوقتي العكس. في ناس بتنفر الشباب من الدين بسبب الأسلوب القاسي. في ناس بتعامل البنات بازدراء وتشدد بدل ما تحتويهم. في ناس بتفتكر الدين أوامر ونواهي بس من غير روح ولا رحمة. خلينا نكون صرحاء. في واحد يفضل يزعق على الناس في الشارع: اتقوا الله اتقوا الله، بس هو أول واحد ما بيصليش الفجر. في ست تنتقد البنات على لبسهم وهي أول واحدة بتقع في الغيبة والنميمة طول اليوم. في راجل يتكلم عن الدين في القهوة أو على السوشيال ميديا، بس لو اديته أمانة يضيعها. يبقى فين الدين؟ التدين مش صورة نلبسها ولا كلام نقوله. التدين سلوك ومعاملة. الشباب بيتنفروا من الدين، بدل ما يقربوا من ربنا بيهربوا من الأسلوب. صورة الدين قدام غير المسلمين بتتشوه، بدل ما يشوفوا الرحمة والعدل بيشوفوا صياح وتشدد. حتى جوه البيوت الأب المتشدد بيولد كره من ولاده، والزوج المتشدد بيولد النتيجة ناس بتبعد، قلوب بتتقفل، والدين بيتحول لصورة مشوهة. ربنا سمى نفسه الرحمن الرحيم، مش المعسر المشدد. الدين اللي ما يخليش قلبك يحن على غيرك مش دين. التدين اللي يخليك تكسر خاطر حد أو تهينه أو تعنفه مش تدين. الصح تبشر الناس بالخير، تدي نصيحة بحب وأدب، تبدأ بنفسك قبل ما تلوم غيرك، تعامل الناس برحمة وعدل. التدين مش صياح ولا تشدد. التدين مش إنك ترعب الناس ولا تفرض عليهم بالعافية. التدين الحقيقي أخلاق ورحمة ولين وتسامح وعدل. ولو الرسول نفسه ما كانش متشدد ولا أكبر حد، يبقى مين هم علشان يعملوا كده؟ واسأل نفسك دايما: هو مين قال؟